السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. ان شاء الله الفيديو تاعي تصيبكم بالصحه والراحه. نقول لكم صباح الخير، صباح الفل والياسمين. المتتبعات القدم، بالله ما نعاود نقول لكم راكم في داركم وجدد، نقول لكم مرحبا بكم في العائله تاعنا، وان شاء الله تزيد تكبر. وفي الحق كل يوم راهي تكبر والحمد لله يا ربي. المهم اليوم جبت لكم فيديو مفصل لوصفات تاع المقروط الكوشه. كاينه متتبعه رسلت لي في التعليقات، شافته في الانستغرام وقالت لي مدام من فضلك راني نتوحم ديريهن. نروحوا مباشره المقادير. الوصفه واش راح نحتاجو السميد، الفرينه، دهان دايب، الزيت، لافاني، الملح والمزهر. وطريقه التحضير راح تكون كالاتي. الحاجة الأولى راح ندير 3 كيلات تاع السميد. سميت بالعاني، خليت لكم الباطة تاعو باش تشوفوا الماركة. هذا السميد اللي نخدم به في تاع الكوشة وفي تاع المقلة. صدقوني راح ينجح لكم، ما تخلوه يبات، ما يريح، ما والو. نولوا الوصفة تاعنا. درنا 3 كيلات سميد، نص كيلة تاع الفرينة، قرصة تاع الملح، نص مغرفة تاع لافاني. ونقعد نحرك فيهم حتى يتخلطوا كامل المقادير مع بعضهم. تحبي ديريها بيدك، تحبي ديريها غير هكذا بالمغرفه. انا هنا كي راني نصور شغل تجيني ما قدرتش نخدم الاز، مي الحمد لله سيت الماكسيموم نبين لكم باش تشوفوا. نروحوا للدهان. الدهان هنا درت كيله ناقصه صبع كيما درنا في البقلاوه. كي يلحق لداك الصبع تحبسي الدهان يكون بيان سور دايب وبارد، ونزيد لهاديك لا ديفيرونس نزيدها الزيت. دونك كيله غير صبع دهان ونكملها بالزيت، ونقعد نخلط فيه حتى السميد تاعي كامل يتشمخ لي بليدام، والمقادير كامل يتخلطوا. كما قلت لكم انا ما نخليه يبات، ما خليه يريح. شوفوا القوام اللي نتحصلوا عليه. هنايا حنحطوه دو كوتي ونبداو نلمو فيه. كي نلموه ما نلموش كامل في ضربه، يعني شوفوا جبت غير سيبيون واحد اخر ونبقى نلم غير بشويه، باسكو دي فوا يجيك جاري ولا تصيبي باش تعاودي تريكوبيري لاباط تاعك. وتانيك باش ما ينشفش، باسكو كي تشمخيه كاع هو السميد هذا يشرب. دونك باش طيحي في لا كونسيستونس تاعك اللي تسحقيه، على خاطر شي لا كان شمختيه بزاف وشرب بزاف راح يجيك من بعدا يابس. حنا نسحقوه يكون طري ويكون دايب الله الله. دونك هاي اللي كيفاش غير تشوفي روحك تقدري ديري عجينه هكذا كويره، حبسي ما تزيديش المزهر. نروحوا مباشره للحشو. الحشو ماش يعني حاجه كبيره، دبري راسك، حبيتيه باللوز حبيتيه بالكاوكاو كيما تبغي. انا هنا درت 150 غرام تاع اللوز، 50 غرام تاع السكر، طحنتها شوفي ما طحنيهاش مويان، عفوا طحنوها مويان، ما يكونش خشين وما يكونش رقيق. وكي ديروا السكر واللوز او ميم طون في الحشو حيبقى لنا طري، ميم حتى ونديروا في ان غاتو يعني ناشف ماش معسل راح يبقى لنا طري. نزيدوا له مغرفه صغيره تاع القرفه، ونزيدوا له شويه تاع الزبده، ونقعد نخلط فيه حتى هذاك اللوز تحسيه باللي تشمخ يعني ولا مندي. التما نبدا نزيد في المزهر، ودائما كيما نقول لكم المزهر ما تزيدوش ما ديروش ديريكتومون، نزيدو غير بشويه باش ما تجرى لكمش لا فارس. دي فوا يكون عندك غير شويه لوز ما كاش كيفاش تقدري تعاودي تريكوبيريها. دونك هنا راني عجنتو، ودائما قبل ما نعاود نزيد المزهر الا قنحي هذاك اللي يكون في يديا باش ما نغلطش. دي فوا يبان لك ناشف ومن بعد كي تزيدي المزهر يعاود يجيك طري. دونك هنايا فوالا راح نتحصلوا تانيك على عجينه هكذايا متماسكه. ونروح نوزنها. الحشو وزنته 10 غرامات، ولا لاباط وزنتها 40 غرام. هنايا راني درت قد 10 حبات، باسكو كي كنت نخدم المول تاعي تكسر لي. الوغ قعدت غير بشويه باش قدرت ندير لكم 10 حبات. هاوليك المول اللي استعملته، هذا مول راه عندي من بكري قديم، دوك شحال من عام راه عندي ويعجبني بزاف، ويعجبني بزاف كي ندير به المقروط في هذا الموديل. دونك هنا واش نحكمو، راح نحكمو اون بول تاع لاباط، بوليطه تاع العجينه وبوليطه تاع لافاس كيما نقولوا هنا فهرا. ندخلهم في بعضاهم ونكورها وندخلها في المول. كي ندخلها في المول تاعي، شوفوا المول نحبطو حتى لتحت وندخل لاباط ونبقى ندير لا سيرفاس تاعها، خاص تكون ليس. نزيرها ومن بعد نرشم
نحبّط شوية داك المول ونرشم، هنا راني غير بشوية باسكو قلت لكم المول تاعي راه مكسّر، ونخرّجها، كي نخرّجها نحيها غير بشوية ونحطها في السنيوة ديالي، شوفوا لا فورم تاعها شحال خرجت شابة. راني عاودت لكم واحدة أخرى كيما قلت لكم نحكموا بولة تاع العجين، une بول تاع العجين اللي فيها 40 غرام، معاها une بول تاع لا فارس اللي فيها 10 غرام، نحلها مليح وندخّلها في وسطها، ونعاود نروليها تانيك مليح ونغلقها مليح باش من بعد في الكوشة كي تسخن ما تعاودش تنحلي. ندخّلها في المول تاعي، ندير هاديك القاعدة تاعها تكون بلات، من بعد ناخد رشام ونحيها من المول تاعي. فوالا كيما راكم تشوفوا هكذايا، ونخرجها غير بشويه باش ما ديفورماليش الحبه، ونحطها في السنيوه تاعي. انا شوفوا هنا راني سقمتها باسكو قلت لكم المول عندي شويه مخسر. دونك عمرت السنيوه تاعي قبل ما نكمل نعمرها، رحت سخنت الكوشه على 180 درجه ودخّلتها طيب. شوفوا هنايا كيما قُلت لكم عندي كويزينيير شعلتها من التحت، ومن بعد عاود شعلت لها من الفوق باش تحمر. هاوليك العسل اللي رانا درنا الوصفة تاعو راح نحطها لكم في صندوق الوصف، درت له شوية تاع المزهر، ما يليقش يكون جاري بزاف bien sûr مايح. كيفاش نعسلو؟ شوفوا كيفاش طيبته شباب باش يدخل له طياب حتى لداخل، ما يبقاليش خضر في الوسط. كي نجي نعسلو كيفاش ندير؟ نعسلو à l'envers، يعني نقلبوه على قفاه للداخل العسل، كي يشرب مليح العسل تاعي نبقى ندير هكذا، كي يشرب العسل تاعي مليح نعرف بلي الحبة تاعي صاي دخلها العسل مليح، تما نقلبها ونخرجها. هذه هي، شوفوا شحال جا شباب والعسل زاد طالو اللون ما شاء الله. ونوجد التزيين، كانوا عندي شوية تاع لي كونكاسي وشوية تاع هادوك لي فخوي ساك فخوي كونفي اللي درتهم بقشور الدلاع، كنت حطيتهم في التيك توك. وهنايا نروح نزينهم، درتهم في الناباج وشوية تاع العسل باش يبقاو لي ديبغيون، نزينهم ومع الآخر نديرو لاتوش فينال اللي هي الورق الذهبي. كانت هذه هي الوصفة تاع اليوم، نتمنى تكون عجبتكم، نتمنى تشاركوها وما تبخلونيش التعليقات تاعكم، ونقول لكم إن شاء الله بقاو على خير ونتلاقاو في وصفة جديدة.